ولي مع مقدم هذه الامتحانات عدد من الوصايا التي أتوقع أنها موجودة في أذهان الآباء والأمهات والمعلمين، لكنها من باب التذكرة لنفسي ولإخوتي وأخواتي. أول ذلك أن يعتني المرء بتعليم أولاده وتدريسهم وتحريصهم، فربما أن الشاب أو الفتاة لا يعقل ما يتعلق برسوبه في امتحانه أو تأخر درجاته، فينبغي على الأب أن يحرص على ذلك، وينبغي على الأبناء أيضا ممن يسمعوني الآن أن يتصوروا الهم الذي يحمله آباؤهم عندما يأمروهم بالدراسة، فينبغي أن تتجاوب معه وأن تستمع إليه، فهو لا يريد منك حاجة تسوقها إليه، إنما يريد المصلحة تخرج منك ثم تعود إليك بعد ذلك. المسألة الثانية، ينبغي أن يحرص الآباء على مراقبة أبنائهم بعد خروجهم من الامتحان. الإحصاءات التي تتكلم عن قضايا التفحيط وحوادث السيارات وما يتعلق بترويج المخدرات وما شابه ذلك أكثر ما تكون ارتفاعا خلال هذين الأسبوعين القادمين، فيخرج الأبناء ربما بعضهم يدخل الامتحان الساعة 7 أو 7:30، فيخرج بعد نصف ساعة، يكون عليه مادة واحدة والامتحان سهل، أو ربما الأسئلة قصيرة، وبالتالي يخرج الساعة 8 والأب لا يدري أن ولده خرج، وبالتالي يبدأ من معه يقترحون عليه: ما رأيك أن نذهب ونفطر في المكان الفلاني؟ ما رأيكم أن نخرج إلى المكان الفلاني في الشارع الفلاني، وهناك مثلا شباب يفحطون أو يعبثون أو يفعلون. فيبدأ هذا الشاب سواء كان في الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية يبدأ يتعلم أخلاقيات لم يكن يتعلمها خلال أيام الدراسة السابقة، وذلك لأنه في السابق كان يخرج في الساعة 1 أو 2 ظهرا وأبوه يعلم بخروجه، وبالتالي لو تأخر سأله: أين ذهبت وكنت مع من؟ لكنه يخرج في أيام الامتحانات والأب لا يدري متى خرج ومع من كان وماذا فعل بعد خروجه، وربما كتم الولد شيئا من ذلك عن أبيه خوفا على نفسه أو رغبة في الاستمتاع مع أصحابه، فجره ذلك إلى فساد. وقد سمعت والله عددا من القصص، وكنت قبل أيام في دار الملاحظة التي هي خاصة بالسجن للصغار، وإذا بعضهم فعلا تسمع قصته فتعلم أنه وقع في بعض أنواع المخدرات وعمره لم يتجاوز 11 سنة، والله عمره لم يتجاوز 11 سنة، أذكر أنه كان في سادس ابتدائي أو نحوها، وإذا هو بدأ يوزع حبوب الكبتاجون. يقول: ووقعت في ذلك يا شيخ أيام الاختبارات، أتاني من أتاني وأعطاني شيء من المال، ثم بدأت توزعه وأهلي لا يدرون أصلا أني خرجت من المدرسة.